انت متأكد انك اتفرجت على فيلم آسف على الإزعاج؟ أكيد انت شفت الفيلم، لكن ممكن تكون ما خدتش بالك من تتر الفيلم اللي بيحكي حكاية حسن دي كلها، وإن كل حاجة واضحة من أول لقطة في الفيلم بس من غير ما تاخد بالك. ركز كده معايا، أول لقطة في التتر لما حسن كان بيبعت الرسالة للريس وبيقول له أرسل لسيادتك الخطاب رقم 186. مع ان لما جه يطبع الورقه بنلاقي مكتوب 168 مش 186 زي ما حسن كان بيقول، وكمان هتلاقي حسن كاتب نمره تليفونه 010 50 60 70. في حاجه غلط مش كده؟ حسن كمان كان شاكك ان في حاجه غلط، لان في اللقطه دي وهو بيكتب الكلام ده بيعمل حركه لا اراديه انه بيلمس مناخيره، والحركه دي في لغه الجسد بتعبر عن الشك. وفي اللقطه دي لما خرج من باب البيت ودخل من الباب التاني، ومن اعراض الشيزوفرينيا ضعف التركيز، وده بان لما حسن طلع ازازه العصير من الثلاجه عشان يشرب، فاخد الازازه وحط الكوبايه في الثلاجه. والكلام اللي حسن كان بيقوله عن نفسه ان الناس بتضطهده وما بتحبهوش وبتشتمه، وده برضه من اعراض الشيزوفرينيا، هو الوهم انه بيتعرض للاذى من الناس وانه دايما منعزل عنهم. وده يبرر لك ليه حسن ما بقاش عنده صحاب، وكل ده ممكن تكون ما حسيتش بيه لان فعلا حسن كان شخص ذكي جدا. اوعى تفتكر ان الحاجات دي عملوها صدفه كده، لا، صناع الفيلم ده كانوا مذاكرين المرض ده كويس جدا، وكل التفاصيل دي المخرج حطها لك في اول 3 دقايق من الفيلم، لكن جوه قالب كوميدي من حلمي عشان ما تحسش ان في حاجه غلط.